يعني كشعب فلسطيني لا يمكن لغزة أن يعيشوا بمعزل عن الطرف الثاني الضفة الغربية، وأعلنوها أن قطاع غزة لن يقف موقف الحياد مع الضفة الغربية، وسيكون هناك تصعيد، جملة من التصعيدات ارتقى من ضمنهم الشهداء الأكرم منا جميعا. غزة يعني تؤازر الضفة بكل ما حل بها من مصائب، لكن إن شاء الله الأمل سيكون للضفة الغربية بانتفاضة القدس والأقصى التي يعني ألمت بالعالم أجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في قطاع غزة طبعا بنشد على أيادي أهلنا في الضفة الغربية، وبنقول لهم إنه احنا مش هنترككم في حالكم، لكن الآن جاء دور شباب الضفة الغربية للانتفاض في وجه الاحتلال الصهيوني. بوجه لهم التحية وبقول لهم إنه يستمروا على هاي المسيرة النضالية والله يقويهم ويقف معهم. تضامنا مع الإخوة وإخواننا في الأقصى وفي الداخل وفي الخارج، إنهم كنا مسلمين وكنا إخوان، وإن شاء الله سنحرر أقصانا. اليهود كل ما لهم لورا بيتراجعوا، وإحنا مع الشعب في الضفة الغربية، أطفالنا شبابنا شيوخنا كلهم إخوة إلنا، وإحنا إن شاء الله سنجاهد معهم سواء بالمعنويات سواء بالرايات سواء بالأيدي سواء بالسكاكين. شهدانا قافي وعظمنا جبال لا تركع لسافل. رسالتي للضفة الغربية أكيد بقول لهم إنه أهل الضفة على راسنا من فوق. بنقول لهم إنه خليكم مستمرين باللي أنتم بتعملوه. شهيد ورا شهيد مش مشكلة، هي قصتنا وهي حكايتنا بالبلد اللي احنا عايشينها. الدم اللي بيسيل فدانا وفدى الأقصى وفدى القدس كمان، وإن شاء الله يا رب عن قريب هيك كل الأسرى بيطلعوا، الشهداء الله يرحمهم. الأقصى بيكون إن شاء الله محرر على إيد أهل الضفة الغربية إن شاء الله. احنا بالنسبة لأهالينا في الضفة من قطاع غزة احنا بنحييهم على العمليات اللي بيقوموا فيها، عمليات الطعن وعمليات الدهس، وبنشد على ايديهم ونترحم ان شاء الله على شهدائهم، ربنا يغفر لهم ويدخلهم جنان الخلد. بالنسبة لي كصحفية أنا أول سؤال حرد عليه اللي هو كان إيش راح أحكي لهم يضلوا مستمرين على هاللي بيصير. صح هم قاعدين بيفقدوا حدا، بس إن شاء الله من وراء هالقاعد بيصير يصير اللي إحنا بدنا إياه، إنه ترجع لنا القدس ونبطل عداوات، ومن هالقاعد بيصير معانا من وراء إسرائيل. هناك اليهود بالضفة يعني بشكل عام ما بيقدروش يسيطروا على الوضع، بعكس عنا على الحدود بغزة. عنا على الحدود بغزة أنا بتوقع إنه اللي بيصير بالضفة بيجوا اليهود بتفششوا فيه بالشباب اللي على الحدود في غزة، لأنه ما فيش عنا بغزة إشي اسمه المواجهة، بس بالضفة موجود. وبصفتي فلسطيني بدعم كل العمليات البطولية اللي بتصير في الضفة الغربية، وبقول لهم مزيدا من العمليات البطولية نحو هذا الاحتلال الغاشم.